اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنشوف اصلاح جهاز تلفزيون باناسونيك. التلفزيون جايب شاشة بيضة، فهنبدأ كده نشغل التلفزيون ونشوف مع بعض. التلفزيون هيفتح معانا اهوت يا اصدقاء، زي ما حضراتكم شايفين كده. التلفزيون جايب معايا شاشة بيضة. طبعا هي في الكاميرا زي ما حضراتكم شايفين بتعمل كده، لكن هي ثابتة على التلفزيون. الشاشة بيضة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هنبدأ دلوقتي نعمل ايه؟ هنقفل الجهاز ونفك التلفزيون ونطلع الشاسيه ونديله وش نظافة ونشوف مع بعض. بعد ما فكيت التلفزيون يا اصدقاء، ادي الشاسيه اهو، واديت له طبعا وش نظافة كده، وفكيت طبعا السوكت بتاع ملف الديجوجن، وفكيت السوكت بتاع ال220. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنبص بالنظر كده على اي حاجة تالفة او مكثف منتفخ او اي حاجة بالنظر كده تبان ان هي تالفة. طب انا بصيت كده بالنظر يا اصدقاء، ملقتش اي حاجة منتفخة او متفحمة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ نقيس الجهود كده ونشوف مع بعض. كده انا شغلت التلفزيون يا اصدقاء وهنقيس الجهود. عندي هنا كده 3 سيليكونات، السيليكون 2 3 هنقيس عليهم، وعندي 110 على المكثف ده المكثف الكبير بتاع 110. طيب هنبدأ نقيس كده. هحط اطراف الافوميتر المجس الاسود على اي جسم كده، وهنبدأ نقيس كده. لاحظ معايا الافوميتر ادي 22.5 ماشي، التاني 22.5، المكثف التالت ده 42 او 41. طيب 110 هنقيسه دلوقتي. هنقلب الشاسيه نقيس رايح قد ايه للفيرتيكال اللي هو اي سي الفيرتيكال. هنروح نشوف رايح له تغذية ولا مش رايح له تغذية، وهنقيس بالمرة المكثف على المكثف 110. ده كده مكثف 110 يا اصدقاء، هنقيس عليه كده اهو. اعطيني كام؟ اعطيني 88 او 89 ناقص طبعا معانا ماشي. طيب هنقيس عندي ده اي سي الفيرتيكال اللي هو ال ايه 78 37. عندي دي رجل 1 ودي رجل 13، في تغذية على رجل 1 وعلى رجل 13 وعلى رجل 80. طيب هنقيس كده. ادي على رجل 1 اهي عطيني 11.5، على رجل 13 عطيني 23.5 مظبوط، على رجل 8 عطيني 23.2. طيب تمام. هنقيس على المكثف اللي هو 25 او 35 عطيني 12 فولت. طيب كده يعتبر وصل تغذية للاي سي الفيرتيكال، وعندي 110 ناقص معايا. طيب يعني يعتبر كده معظم الجهود خارجة معايا. طيب احنا دلوقتي كده عندي طبعا اللاين مخرج معايا، ولما بحط ايدي طبعا على الشاشة كده الشعر بتاع ايدي بيتشد، يعني معنى كده ان التلفزيون شغال معايا صوت بس لكن صورة لا. فاحنا كده هنفحص الشاسيه وهنشوف كده المشكلة في ايه، ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا اصدقاء. طبعا انا جيت فحصت الشاسيه كده، لقيت رجل في الاي سي الفيرتيكال، لقيت يعني هي لا سايبه ولا ماسكه، يعني هي بتتهز كده معايا. فطبعا رحت مغير اي سي الفيرتيكال، فجيت هنا جنب اللاين لقيت الاتنين مكثف دول اهو، جزء مكثفات دول باين عليهم السواد هو. فطبعا رحت قلعتهم اهو، وهنجيب اتنين زيهم
ونركبهم حتى لطش كده من تحت عشان نجرب ونشوف مع بعض. ادي اتنين هما مكانهم اهو، هما مش نفس الحجم بس هنجرب بيهم ونشوف هل التلفزيون هيشتغل ولا الشاشة هتفضل بيضة برضو زي ما كان. هنركبهم كده من تحت لطش ونشوف مع بعض. بعد ما ركبتهم يا اصدقاء الاتنين لطش كده من ورا عشان نجرب مع بعض، هنبدأ دلوقتي كده نبيت الشاسيه مكانه ونركب السكوتات ونشوف مع بعض. هنجيب الشاسيه كده مكانه اهو، وهنبدأ نركب بقى الفيشة بتاعت التغذية اهي، وبتاع ملف الديجاوزن، والسوكت بتاع الصوت، والبرستات. هنبدأ كده بقى نشغل التلفزيون ونشوف هل برضو شاشة بيضة ولا لا. بعد ما وصلت التلفزيون يا اصدقاء اهو اشتغل معانا اهوت ما شاء الله. هنبدأ نغير كده على قناة تاني زي ما حضراتكم شايفين الالوان وكله شغال تمام، التلفزيون ما فيهوش اي حاجة، شغال تمام اهو. يبقى احنا كده فحصنا التلفزيون وغيرنا طبعا ايسيه الفيرتيكال عشان كان فيه رجل يعني شبه سايبه كده. كده التلفزيون اشتغل معانا مفيش اي مشكله زي ما حضراتكم شايفين كده. بس كده يا حضرات، ده كده كان فيديو بسيط عن اصلاح تلفزيون باناسونيك. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصريه. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد.